السلام عليكم ورحمة الله. أنا إيمي الشاهي. النهاردة إن شاء الله عاملة لكم فيديو حلو جدا. عملت لكم طقم التوابل التركي اللي بيتباع غالي جدا في المحلات بره، وبيتباع كمان على جروبات الفيس بسعره عالي جدا. طبعا كلنا عارفين تمنه كام. أنا عملت لكم دلوقتي منتهى البساطة والشياكة، سهل جدا ومش هيكلفنا حاجة إن شاء الله. طريقته سهلة خالص وبسيطة، وهنعمله بقى من أي برطمانات عندنا موجودة في البيت. ممكن نعمله من برطمانات الصلصة، العسل، المربى، أي حاجة عندكم. أنا عملت هنا البرطمانات الصغيرة دي للتوابل والبهارات، والبرطمانات الأكبر شوية يعني للشاي والسكر والقهوة والحاجات ديت. طريقته سهلة خالص وبسيطة منتهى الشياكة. ودلوقتي يلا بينا نشوف طريقته وأدواته ايه. دلوقتي انا جبت البرطمانات ديت وغسلتها كويس قوي ونشفتها، سبتها لغايه ما نشفت خالص. دلوقتي بقى انا بنضفها ازاي؟ بشيل الورقه بتاعتها دي بالسكينه. ممكن نبوشها الاول في ميه سخنه علشان تبقى سهله معانا في الشيل، وبعدين بعد ما اشيلها بالسكينه لو فيها لسه قوي بواقي او مثلا مطرح اللزق ملزقه كده شويه، ممكن نشيلها بالسلك اللي هو الستانلس ده بخشن. نشيلها بمنتهى البساطه خالص، وبعدين نغسلها بالميه ونسيبها لغايه ما تنشف او ننشفها بفوطه. اهم حاجه ان انت متنشفه كويس، ما تبقاش حتى منديه. وبعدين عندي هنا ده اللزق الورق ده اللي بيتباع في محلات البويات، اللي دايما بستخدمه في فيديوهات كتير قوي، بينفعني جدا. طبعا بيتقطع بالايد كده سهل جدا، وفي نفس الوقت احسن حاجه فيه ان هو مش بيطبع على اي حاجه، يعني بيتشال بمنتهى البساطه بعد كده. في منه احجام، في العريض وفي الرفيع. انا جبت اللي هو الوسط دوت عندي منه. هبتدي بقى اخد كده من اللزق واحط على طرف البرطمان من فوق بالطريقه دي، علشان الجزء دوت مش عايزه الدهان لما اجي ادهن يجي عليه، مش عايزه يجي عليه، علشان لما اجي اقفل الغطا ما يعصلكش كده معايا مطرح الدهان، عشان طبعا ممكن هياخد مكان شويه. وبعدين هبتدي بقى نصه كده على بره والنص التاني على جوه، علشان الدهان ما يجيش لجوه خالص وانا بدهن، واضغط عليه كويس قوي بالطريقه دي. هعمل كده واحده تانية برضو. احط الطرف كده، طرف بره والطرف التاني جوه، واتنيها واتك عليها كويس قوي. هعملهم كلهم كده بنفس الطريقه. دلوقتي خلاص بعد ما عملتهم كلهم كده بنفس الطريقه، هنيجي بقى الخطوه اللي بعد كده. عندي ده دهان بلاستيك ابيض. الدهان ده اللي بستخدمه برضو دايما. ممكن نستخدم اللي هو المط او اللامع ده، انا عندي ده نص لامع. وبعدين نجيب اي سبونشه كده سفنجه، هبتدي ادهن بيها، ممكن بالفرشه مفيش مشكله. بالنسبه للطبقه الاولى عادي يعني. هبتدي بس اوسع لنفسي كده مكان، وبعدين هبتدي واحد واحد ادهنه. انا الاول ده مش اللون الاساسي اللي انا هدهنه عندي، لكن لازم اللون الابيض دوت يدهن في اي حاجه هبتدي احط فيها الوان، علشان اللون يبان عندي كويس، ميبقاش باهت وميبقاش خفيف. فالابيض دوت هو اللي بيبين لي اي لون بعد كده ببتدي احطه. هبتدي كده ادهن، وحتى لو جه على الورق اللي انا مزقاه ده مفيش مشكله، بعد كده كل ده هيتشال. السفنجه هنا عندي بتبقى سهله جدا في الدهان. ممكن برضو زي ما قلت لكم نستخدم الفرشه، والخطوط دي كلها مفيش مشكله خالص، بعد كده مش هتبان. هقول لكم هنعمل ايه. بعدين انا هدهنه بقى كله كده ومن تحت كمان. وطبعا لما اجي اوقفه علشان ينشف مش هحطه من تحت كده، علشان الدهان ما يلزقش ويبتدي ينشف كويس قوي. هبتدي اوقفه كده وهسيبه طبعا لغايه ما ينشف خالص، وهعملهم كلهم كده بنفس الطريقه برضو. عملت واحد تاني، وكلهم طبعا هيدهنوا اللي هو البلاستيك الابيض دوت. وبعدين هنغير في الالوان. دلوقتي خلاص بعد ما دهنت البرطمانات كلها كده زي ما انتم شايفين، مفيش مشكله خالص. الخطوط اللي باينه ديت هتتدارى بعد كده، ودهنت كمان الغطيان بتاعتهم. هبتدي بقى اجيب شويه من الدهان الابيض البلاستيك دوت. وعندي دي علب الالوان ديت، برضو عندي منها بقالها فتره، عندي كذا لون منها. اللون ده بيتباع ب5 جنيه. هبتدي احط فيها نقطه كده على اللون الابيض، وبعدين اخلطهم كده مع بعض لغايه ما اوصل للدرجه اللي انا عايزاها، وازود نقطه نقطه لغايه ما اوصل للدرجه اللي انا عايزاها. دي خلاص كده اللون اللي انا عايزاه. هبتدي عندي دي الرولة ناعمة جدا. دي برضو بتتباع ب5 جنيه. يعني الحاجات دي اصلا بتبقى عندنا موجودة من الاول وبتتغسل وبرجع استخدمها تاني، مفيش مشكلة خالص. عندي دي بقى اللي هي المنكوشة كده شوية، دي خشنة شوية، فديت هتعمل علامات على البرطمانات. فعشان كده انا هستخدم الناعمة خالص، دي ما بتعملش اي حاجة خالص.
الفرشه بتعمل خطوط، هوريكم برضو الاتنين بيتعملوا ازاي. هبتدي بقى دلوقتي اجيب اول واحد ده، هبتدي ادهن البرطمانات الصغيره ده باللون الاخضر، والكبيره شويه باللون الروز. هاخد بقى بالرولة كده شويه شويه وابتدي ادهن في اتجاه واحد كده بالطول. بتدهن معايا بمنتهى السهوله، وفي نفس الوقت بتبقى ناعمه جدا، مش بتعمل اي خطوط خالص. هبتدي اساوي كده بالطريقه ديت. انا بعمل الحتت ديت اللي من جوه عشان مكنتش واصله لها كويس، وبعدين هبتدي افردها كده، والدهان كمان ما يبقاش مكلكع علشان ينشف معايا اسرع. هدهنها برضو كلها بالطريقه دي. حلوه جدا الرولة الناعمه ديت. اهم حاجه ان احنا نستخدم الناعمه مش الخشنه، علشان ما تعملش خطوط معايا في البرطمانات، تبقى شكلها طبيعي جدا كانها جاهزه. خلاص كده انا خلصت البرطمان، سهل جدا زي ما انتم شايفين. وبعدين طبعا هسيبه لغايه ما ينشف، بس طبعا هعملهم كلهم بنفس الطريقه. هبتدي بقى هنا دلوقتي اوريكم الفرشه بدهن بيها. بتبتدي الخطوط بقى تظهر معايا كده زي ما انتم شايفين. اللي حابب يعمل بالفرشه كده وبعدين يساوي بالرولة مفيش مشكلة خالص. انا وريتكم بس اللي الفرشة بس بتعمل علامات شوية، مش زي الرولة الناعمة. وبعدين بعد ما عملت بالفرشة كده هبتدي بقى اساوي بقى الخطوط ديت بالرولة علشان تبقى ناعمة معايا وتبقى شكلها حلو. هخلصهم كلهم واسيبهم لغاية ما ينشفوا. هنا خلاص انا دهنتهم كلهم. عملت جزء باللي هو الروز دوت، والتانيين باللون الاخضر. اللون الروز دوت انا خدت شويه من البلاستيك الابيض، حطيت عليه نقطه من الاحمر، عمل لي الروز. وطبعا بتعملوا الدرجه اللي انتوا عايزينها، سواء فاتح او غامق، بتزودوا او بتنقصوا. هبتدي بقى اشيل الورق دوت اللي انا حطيته. بيتشال معايا بمنتهى السهوله خالص، هو بس من تحت كان لازق شويه علشان الدهان جه عليه، بس برضو بيتشال بمنتهى السهوله، مفيش مشكله خالص. زي ما انتم شايفين كده مش بيطبع خالص ولا ملزق ولا اي حاجه. يعني مميز بصراحه غير اللزق السوليتيب العادي. مجرد ان انا بحطه على حاجه واشيله بحس كده ان المكان مطرحه ملزق. دلوقتي بقى انا جبت اللي هو ورق الطباعه دوت. ده طباعه ليزر. انا نزلت الرسمه ديت من على البرنامج، من على البلاي ستور، اسمه بنترست. وبعدين اخترت الرسومات ديت. وبعدين هي طبعا بتبقى فاضيه، الابيض ده متفرغ في النص ابيض خالص. وبعدين بعد ما سيتها على الموبايل عملت لها بقى ايديت. وبعدين كتبت بقى فيه كل الحاجات اللي انا عايزاها، اسامي التوابل والبهارات واللي هو السكر والشاي والحاجات دي كلها، كل اللي انا عايزاه كتبته. وفي كمان حتت يعني اماكن كده سبتها فاضيه علشان لو نسيت حاجه ممكن اكتبها انا بايدي بعد كده. وبعدين هبتدي بقى اخد اللي هو اللي باللون الروز دوت، احطه على الاخضر. والكتابه انا كنت عاملاها بالاخضر عشان كنت عارفه ان انا هعمل برطمانات الاخضر. والتانية ديت عملتها بالروز او الفوشيا، علشان تمشي برضو مع البرطمانات التانية. يعني هعكس الالوان كده زي ما انتوا شايفين. دلوقتي خلاص انا قصيت الورق كده زي ما انتوا شايفين وحددته علشان لما ابتدي بقى الزقه. هبتدي دلوقتي بعد ما البرطمانات دي نشفت كويس قوي، انا بقى بخليها تنشف بسرعه، زي بشغل عليها المروحه علشان تنشف اسرع. كل دوت ما بياخدش وقت خالص، والبلاستيك بينشف بسرعه خالص. هبتدي بقى اجيب اي حاجه كده، عندي قلم او اي حاجه تكون مبططه، بس ما تكونش الدايره بتاعتها كبيره قوي، علشان هبتدي بقى اخد باللون الروز دوت وهعمل نقط على البرطمانات الخضراء. والبرطمانات الروز هعمل عليها باللون الاخضر، يعني هعكس برضو الالوان. هبتدي بقى نقط بالطريقه دي، عشان لو عايزين يعني ان الدوائر كلها تبقى قد بعض بنقط بالطريقه دي. لو مش حابين تعملوا بالقلم او بالطريقه دي، ممكن نعمل بالعيدان القطن، برضو سهله خالص، هتبقى متساويه برضو معايا اكتر كده. بنعمل طبعا الدوائر دي على مسافات متباعده شويه. وبعدين بعد ما اخلص اول صف كده، باجي بقى ما بين كل اتنين، ما بين كل دايرتين تحت شويه، بعمل نقطه تانية، وهكذا لغايه ما اخلص البرطمان خالص لغايه اخره. تمام كده. ما بين كل اتنين بعمل واحده لغايه اخر البرطمان. وبعدين الرز بقى هعمل عليه بالاخضر. ودلوقتي خلاص بعد بقى ما خلصتهم كلهم، الرز ده عملته بالاخضر،
والغطيان بتاعتها عكستها، ودوت الاخضر عملته بالروز، والبرطمانات الغطيان بتاعتها زي ما انتم شايفين كده برضو عكست الالوان. البرطمانات الروز عملت الغطيان بتاعتها اخضر ونقطتها بالعكس، والاخضر برضو عكستها. وبعدين دلوقتي بقى هبتدي بقى الزق الورق ده اللي بالروز، هحط عليه الاخضر ده كده، هبتدي بقى الزقه. اجيب الفرشه، وعندي الورنيش المائي دوت، الورنيش المائي ده اللي هو شبه الغيره شويه، بس طبعا سمكه مختلف عن الغيره، وفي نفس الوقت لما بيدهن بيبقى بيدي طبقه شفافه وعازله جدا لاي حاجه واي ميه. هبتدي كده ادهن طبقه خفيفه، وبعدين احط الورق ده عليه، وابتدي من النص على بره كده علشان افرغ الورق الهواء اللي تحتيه. وبعدين هبتدي بقى ادهن كده، وبعدين بعد ما ادهنها كده على الورقه هبتدي ادهن البرطمان كله كده طبقه خفيفه برضو من الورنيش دوت، علشان يبقى طبقه حمايه كده للدهان ومن غير ما يقشر خالص، هيحافظ برضو على البرطمان. وبعدين طبعا هسيبه لغايه ما ينشف خالص، وهمسك الروز دوت اعمله بالورق اللبني، هعمله برضو بنفس الطريقه دي واسيبه لغايه ما ينشف، وبرضو ما بياخدش وقت خالص. اما بينشف شغل عليه المروحه شويه هينشف بسرعه. وخلاص كده بعد ما خلصت البرطمانات كلها زي ما انتم شايفين كده شكلها تحفه، الوانها حلوه وهاديه جدا، وزي يعني مش هتتفرق ابدا عن اللي بتتباع جاهزه خالص، وعاملينها بايدينا ومكتوبه كده يعني بمنتهى البساطه زي ما قلت لكم على طريقه الكتابه. كتبتها طبعا على الموبايل وبعدين طبعتها، طريقتها سهله خالص وبسيطه، وكفايه ان احنا عاملينها بنفسنا وما كلفتناش حاجه خالص. شكلها في منتهى الشياكه، جربوها وان شاء الله هتعجبكم قوي، وسهله جدا وما بتاخدش وقت خالص. ما بين كل طبقه والتانية بنشغل مروحه شويه علشان تنشف، لو انتوا يعني مستعجلين عليها هتتعمل بسرعه خالص مش هتاخد وقت. يا رب الفكره تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملي لايك وشير للفيديو، سبسكرايب او اشتراك للقناه، وما تنسوش اهم حاجه بس تفعلوا الجرس علشان توصل لكم فيديوهاتي اول ما انزلها. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تكتبوا لي في التعليقات، واي حاجه عايزينها برضو تانية واي فكره تانية قولوا لي عليها وانا ان شاء الله اعملها لكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.